ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني كتير اوي اوي اوي. تعالوا نشوف بقى نعمل ايه. انا واقفة محتارة ومش عارفة اطبخ ايه. قولولي بقى اطبخ ايه اطبخ ايه اطبخ ايه. تعالوا نشوف بقى. انا فكرت وانا واقفة كده قلت انا عندي بسلة في الفريزر، اطلعها واطبخها. الولاد قالوا لي هناكل بسلة يا ماما وارتاحي كده من غير لحمة ولا اي حاجة. قلت لهم هدوقكم البسلة اللي من غير لحمة ومن غير اي حاجة، هتقولوا لي طعمها عامل ازاي وهتقولوا لي عامله ازاي. هتبقى جميله وعسل وملهاش اي حل. تعالوا بقى نسمي الله كده ونقول هنعمل ايه. اول حاجه عملناها، جبت كيس البسله من الفريزر وحطيته على النار اسلقه الاول. اسلقه ليه؟ عشان اطلع الريحه والطعم بتاعه، اغير طعم الفريزر اللي فيه. هتغيري طعم الفريزر منه ازاي؟ بالسلقة بتاعتي. طبعا اما اديله سلقة كده ولا غلوتين على البوتاجاز، الريحة طبعا اللي في قلب الفريزر والطعم هتتغير خالص، لان هو طبعا متخزن عندنا في الفريزر، فطبعا نعمل له تغيير كده. المهم بقى يا حبايبي، جبت بطاطسية حلوة معتبرة كده. عملت فيها ايه؟ قطع فيها قطع فيها قطع فيها كده، لما انا اللي اتقطعت والله وزهقت وتعبت منها. المهم بقى بعد ما قطعتها كده، عملت ايه تاني؟ سبتها بقى بشوية مية كده منقوعين كده. انا مسرعتش الفيديو زي ما انتوا طلبتوا مني. جبت بقى بصلية معتبرة محترمة كده، قلت لها تعالي كده، انت عايزة تتحط في حلة البسلة فلازم انا احطك، مش هسيبك خالص. حطيتها طبعا، قشرتها حلوة كده، وطبعا زي كالعادة خلتني قعدت اعيط وادمع، ومش عايزة اقولكوا على الباقي بقى. جبت بقى شوية فلافل حلوين معتبرين من عندي كده وحطيتهم على البصلة. طبعا ادعكهم فيها عشان ريحة السنانة بتاعتها ما تطلعش ولا البصلة تبوظ مني. وسبتها على جنب وتديني ريحة بقى حلوة كده وطعم حلو. طبعا البسلة بتتسلق، حطيت بقى شوية زيت معتبرين كده في الطاسة. قلت بقى اعمل الرز عبال ما البسلة ايه تاخد غلوتين تلاتة مع نفسها. دي طبعا ايه، ربع كوباية لسان العصفور معايا والباقي كله شعرية. انا بعمل بديل الرز، يعني انا ما حطيتش رز خالص، انا حطيت ربع بس كوباية من لسان العصفور معايا والباقي كله شعرية بس. حمرتها بقى تحميرة حلوة معتبرة كده زي ما انتوا شايفين، ما ضفتش عليها طبعا اي حاجة. عملت ايه بعد ما حمرتها بقى؟ جبت معلقتين صلصة طماطم حطيتهم عليها. بعد من كده بقى الفلافل بتاعتي، هي بقى كمون وفلفل اسمر وشوية بابريكا، طبعا لو حابين عايزين تحطوا مش عايزين حسب رغبتكم انتم. بعد من كده بقى طبعا بقى بتحطوا البهارات بتاعكم السبع بهارات، ولو عندك خلطة كبسة بتحطيها فيها بتديكي طعم حلو قوي وبتديكي ايه الريحة بقى والصفار بتاعك ده. المهم بقى حطيت الورقة الحلوة ديت في النص كده وسبتها طبعا مع نفسويتها شوية كده. وبعد من كده بقى جبت ايه المعلقتين الصلصة بتوعي وحطيتهم وقلبتهم طبعا كويس مع الفلافل وقلبتهم كده مع بعضهم. بعد من كده بقى بضيف ايه البهارات بتاعتي. البهارات يا جماعة اللي انا قلتلكوا عليها، البهارات اختياري حسب رغبتكم انتوا بقى. جميع البهارات عايزين تحطوها في الرز، عايزين تحطوا اللي انتوا عايزينه حطوا، مش عايزين حسب رغبتكم انتوا. انا بستكفي بالبهارات اللي انا حاططها. وقبل اي حاجة انا بحب خلطة الكبسة في الرز الطباخ او اي رز انا بعمله كده متحمر على البوتاجاز. طبعا الشعرية بتاعتنا بقى انا زودت لها المية بتاعتنا لان انا ما عنديش شرب الا الخلطة بقى اللي انا عملتها ديت، ده بديل الشوربة بتاعتي. معلقة الصلصة دي تديني طعم حلو كده وتديني كده ريحة حلوة برضو مع الرز والبهارات. حطيت بقى كمية الملح بتاعتي نص معلقة ملح كده ودوبتهم مع بعض طبعا. وهسيبهم بقى على النار يستووا بقى براحتهم. انا بحب اقلب فيها كده عشان تشرب الشعرية كلها من المية اللي انا حطيتها او الشوربة اللي انا حطيتها. بعد من كده بغطي عليها وبسيبها بقى مع نفسها شوية. انا بقى بعد من كده جبت معايا البسلة استلقت اهيت، اروح اصفيها بقى من ميتها. بعد ما بصفيها كده باخدها اديلها غسلتين كده على في الحوض. بعد من كده ايه اعمل لها بقى ايه الخلطة بتاعتها. ايه الخلطة بتاعتها بقى؟ هي طريقتها سهلة وبسيطة وسريعة. طبعا كالعادة الكلمتين بتوعي اللي لازم انا اقوله لكم دول تشجعوني وتحطوا له لايك وشير وتقولوا لي ايه رايكم. المهم البصلايه بتاعتي ديت انا شوحتها بقى اديت لها تشويحتين كده. بعد من كده بجيب فصين توم بحطهم مع البصلايه وبنشوح بس البصلايه، ما بحطش اكتر من كده. تصدقوا انا هبط يا ولاد، مش كوبايه اي حاجه حلوه كده.
المهم بقى إيه، أنا حطيتهم بقى شوحتهم مع بعض كده زي ما انتم شايفين، بانزل عليهم بالبسلة تتلوح. البسلة بتاعتي تاخد وتدي كده، تاخد وتدي معاهم كده وتتلوح معاهم، يا اختي عسلة كتكوت أنا والله. المهم بقى لوحتها وحطيت نص البهارات على البسلة وهي بتتلوح، وطبعا ضفت لها معلقة السكر عشان تدينا الطعم الحلو كده وتدينا ايه السكريات اللي في البسلة بتاعتنا، ما نحسش ان هي كانت متخزنة خالص. الطعم بتاع السكر ده هيدينا هيغير طعمها خالص. المهم بقى انا بشوح فيها بشوح فيها بشوح فيها لما هبطت من كتر التشويح فيها. والمهم بسيبها بقى على نار هادية لما اتشوحت، بعد من كده بضيف لها بقى معلقة السكر اللي انا قلتلكوا عليها يا جماعة. بعد من كده برضو بسيبها تتشوح كده، والورقة اللي انا حطيتها دي ورقة اللورة دي اللي انا حطيتها ونسيت اقولكوا عليها. المهم خليكم معايا وفكروني كده. اي بهارات عندك حطها للبسلة، البسلة بتحب البهارات. ما علينا بقى يا جماعة، انا جبت الصلصة بتاعتي اللي انا كنت عاملاها ديت اللي انا وريتها لكم في الفيديو اللي قبل من كده. حطيتها طبعا فيها وقلبتها فيها كده تقلبتين 3. بعد من كده اسيبها تتسبك معاها شوية، وبعد من كده بضيف لها المية بتاعتها واحطها بقى على النار واسيبها بقى مع نفسويتها كده تستوي براحتها. انا بحب اقلب فيها شوية يا جماعة عشان تاخد وتدي مع الصلصة كده وتشرب من الصلصة بتاعتها، يعني يديك الطعم بتاعها الحلو ده. حطيت بقى الملح بتاعي معلقة ونص كده ملح، يعني هي المعلقة بتاعتي مش كبيرة قوي طبعا، الملح ده حسب ما بتحبوا الحاجة بتاعتكم. بعد من كده بقى هي اتسبكت اهيت مع نفسها، حطيت بقى المية بتاعتي ضفتها عليها واديت لها تقليبة كده بالمعلقة الحلوة بتاعتي ديت. وبعد من كده بغطي الحلة الحلوة بتاعتي دي واسيبها بقى مع نفسويتها. وتعالوا نشوف الرز بتاعي، شفتوا الجمال والحلاوة، يا طعمت الرز يا طعمته. طبعا ده الشعرية بس. عايزة اقول لكم ان الشعرية دي اتنسفت يا جماعة والله، وكفاية ريحتها كانت قلب الدنيا، والله كانت ريحتها طالعة ايه خطيرة. المهم بقى انا بقلب لكم فيها اهيت بوريها لكم كده، شفتوا بقى عامله ازاي، شفتوا اللون بتاعها الحلو اهي، ولا محروقه ولا فيها اي حاجه، الله اكبر وتقروا عليا. المهم بقى ايه، دي بدلوا الرز يا جماعه، لو ما عندناش رز بنعمل الشعريه بس نستكفي بقى، بتبقى جميله جدا والله. وبعدين البسله حبيت اعمل لها تغيير كده وادي لها ميكس كده، يعني ما اعملهاش رز بشعريه ولا اعمل لها رز ابيض، قلت اما اعمل لهم شويه الرز الطباخ دول. بعد من كده بقى اما البسله بتاعتي دخلت في السوا، حطيت بقى عليها ايه البطاطسية بتاعتي دي. اي البطاطسية دي تديكي طعم حلو قوي مع البسله وهتخليها حلوه قوي. قلت بقى يا اختي انت وهي كده عقبال ما الاكل بتاعي يستوي بقى مع نفسه كده، انضف الحته كده مكان العيال. قمت بقى ماسكه الصاله بتاعتي كده كنساها ومظبطاها، وحطيت المخده بتاعتي كل ما احطها تقوم مقلوبه مني تاني. اعمل ايه بقى، عايزه اغيرها والله واظبطها كده واروقها. لقيت المخده ديت معوجه كده مع نفسها تقول انت عدلت دي وسبتني، تعالي عدليني تاني. رحت عدلتها تاني المخده، مرضتش ازعلها والله ولا اسيبها. بعد من كده بقى شغلت الشطوره بتاعتي ديت وكنست الشقه بتاعتي. يقولوا لي ايه رايكم يا جماعه في الشقه وفي حلاوتها وفي طعمتها، العيال كانوا مبهدلين. عايزه اقول لكم بقى ان خالهم كان في المولد كده وجايب لهم حمص من المولد، وكانوا واكلين بقى الحمص ومبهدلين الدنيا خالص. فطبعا بقى الشطوره لازم انت ايه تنضف لي الحته دي. فجبتها بقى وقلت لها تعالي ولا تزعليني كده ولا تكسفيني. المهم بقى شفطت الكنبة وشفطت الأرضية كده وروقت الدنيا حواليا. ودي بقى كانت آخر بقى الفيديو بتاعنا، طبعا لسه هوريكم الأكلة بتاعتي الحلوة الجميل. ولا تقولولي لحمة ولا فراخ ولا أي حاجات من دي، يعني من غير اللحمة والفراخ ما ناكلش يا أختي انت وهي، لا ناكل طبعا. قوموا تشجعي كده انت وهي واعملوا شوية بسلة كده وشوية رز طباخ كده زي اللي أنا عملتهم، هتاكلوا صوابعكم وراها والله. وأحلى أكل طبعا هو من غير لحمة ومن غير فراخ ومن غير اي حاجة، شوية بسلة يستاهلوا بقكم. المهم بقى جبت الترابيزة بتاعتي ديت، انا كنت زقاها عشان بكنس وراها، فانا بحب احيرها شوية مع نفسويتها كده. رجعت حطيتها تاني مكانها، كل لما ازقها الناحية دي العيال يزقها كده، اجيبها كده تجيني كده، هعمل ايه بقى. قلت لها تعالي والله لزقاكي كده، واللي عايز يقعد يقعد واللي مش عايز خلاص هو براحته. المهم بقى كنست البلاط كده وشفطت البلاط وشفطت الدنيا كده وروقت الدنيا حواليا كده، ورجعت شفطت الكنبة تاني. طبعا مش هنشف الكنبة ونسيب كنبة الكنبة التانية تزعل مننا على طول. المهم بقى يا حبيبتي انت وهي انا عملت بقى المجهود بتاعي العسل ده. طبعا لازم انا اوريكم المجهود بتاعي ده اللي انا بعمله كل يوم والله يا جماعة. يعني ممكن اشتري الشقة دي تنكتها تاني وارجع استفها عادي مفيش اي مشكلة.
المهم بقى أنا ما سرعتلكوش الفيديو، ما تزهقوش، عشان انتوا اللي طلبتوا مني ان انا ما اسرعش الفيديو، وانا ما سرعتوش زي ما انتوا طلبتوا مني، يبقى ما تزهقوش من الفيديو بتاعي. احنا بس بنعمل الروتين اليومي بتاعنا، وبوريكم بس احنا بنعمل ايه كل يوم. والله ده اللي احنا بنعمله، بنعمل اكتر من كده وازيد من كده كمان والله يا جماعة. المهم بقى بعد ما كنست الصلاة بتاعتي كده وشفطتها، دخلت بقى على البسلة بتاعتي عشان نشوفها استوت ولا لسه. لقيتها استوت وبقت تمام التمام، وكانت ريحتها قلب الشقة كلها. انا جوعت والله وانا واقفة هعمل ايه. المهم بقى جبت الطواجن بتاعتي ديت، دهنتها زيت كده وحطيت البسلة في قلبها، وقمت بقى ايه جايبة هما 3 طواجن، واحد زقنطوط خالص، المهم واحد ابوه وامه وبنتهم معاهم. المهم اللي اديه الاب والتاني الام طبعا الطواجن بتاعتي الحلوة ديت. وطبعا هدخلها الفرن تحمر كده وتتظبط معايا. شفتوا الجمال، ابوها وامها وبنتها همت معاهم كده 3. حطيت رشة زيت كده على وشها. عايزة اقول لكم يا جماعة والله الطواجن دي اتنسفت نسف كده. قلت بقى ما زعلهمش كده بعد الاكلة البسلة الصعبة ديت، لازم يشربوا كوباية عصير تحبسهم طبعا. قمت جايبة شوية جوافية كده من الفريزر وعصرتين ليمون عليهم وشوية سكر، وضربتهم في الخلاط بتاعنا الحلو ده. طبعا بقى لو كان فيه شوية كريم جانتيه ولا كان فيه عودين نعناع كده، يا سلام بقى مع الجوافية الحلوة دي والليمون، كنت هتشربوا احلى كوباية عصير. المهم انا استكفيت باللي عندي يا جماعة. اللي عندي انا حطيته. الليمونة جاي لها مش عارف ايه كده، مش راضية تتعصر، فاضية من قلبها، بس انا وراها برضو مرضتش اسيبها. قلت والله ماني سايباكي، لازم انا اعصرك يعني هعصرك. المهم مسكتهم بقى دعكتهم في بعض في الخلاط كده وفرمتهم، وهم بيتضربوا مع بعض دلوقتي في قلب الخلاط. بعد من كده بقى هم جايبه الكوبايات بتاعتي ومعبياهم في قلبها، واسيبهم بقى على جنب لحد ما ناكل البسله بتاعتنا الحلوه دي. المهم بقى انا بحب امسح الخلاط بتاعي كده وانا واقفه، وبحب انضف كده وانا واقفه، ما اسيبش اي حاجه وسخه وراي، وامسح رخامتي كده. الخلقه بتاعتي ديت دايما معايا. ايوه خلقه يا اختي انت وياها هنقول فوطه، بلاش نترسم على بعض كده، خلينا حلوين كده. المهم بقى فضيت بقى في الكوبايات بتاعه رمضان كريم ديت، نحس ان احنا رجعنا في رمضان تاني يا جماعه والله. وحطيتهم بقى زي ما انتوا شايفين كده. فضيت كده 4 كوبايات وحطيتهم بقى على جنب. تعالوا بقى نشوف البسلة بتاعتنا عملت ايه. هنلاقيها بقت ايه فلة. شفتوا بقى الجمال والحلاوة والطعامة، يخطى عليا عسلية والله وشربطاي. المهم بقى طلعت الاتنين الكبار دول وبنتهم، طلعتها من الفرن رخلة. والمهم قفلت بقى فرني وقفلت البوتاجاز بتاعي. وطبعا غرفت الغدا بتاعنا، كان احلى غدا النهارده، وحاجه سهله وبسيطه طبعا بالكرات والخضار بتاعنا الحلو ده. شوفوا بقى قولوا لي ايه رايكم يا جماعه في البسله بتاعتي ديت وشويه الشعريه اللي انا عملتهم بديل الرز. متنسوش تحطوا لنا لايك وشير وتقولوا لنا ايه رايكم في الفيديوهات، بتعجبكم ولا لا. اشوفكم على فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله.